ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانيل. النهاردة بقى هنعمل طريقة البرسيل جل اللي عملتها قبل كده، ودي للمرة التانية، بس المرة دي هصورها لكم. يعني احنا بنبتدي بالمنظفات، ولو انتوا حابين ان نعمل روتين يومي، ولو حابين اكل ووصفات فياريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزلها لكم. بس انا محتاجة كده تشجيع منكم. اول حاجة هنحط لتر مية، هما 5 لتر، احنا هناخد منهم اول لتر. هننزل بالمية، طبعا احنا كلنا بقينا شطار وعارفينه. وبعد كده اللي هو العجينة، مش هننزل بالبودر المرة دي، هننزل بالعجينة. مش عايزة اقول لكم ان هو ريحته تحفة، ان انتوا بجد لو جبتوه وجربتوه ريحته فوق الممتاز، وبيبقى عليه عروض. يعني ممكن يبقى مكتوب عليه 35 ويبقى عليه عرض 20، فده مكتوب عليه 35 والعرض بتاعه 20. فبجد عايزاكم تجيبوها وتجربوها وتكتبوا لي برضو انتوا جربتوه كان وحش كان حلو. في انواع تانية. طبعا احنا لاغينا عن المضرب. المضرب تحفة عن اي حاجة تاني. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان المضرب ده متخصص بس للمنتجات دي عشان الروائح بتاعتها، فمش هينفع يستخدم لاي حاجة تاني. حتى لو غسلناه بتفضل الريحة، وزي ما احنا عارفين ان احنا هنفضل نقلب كده ندوبه. يعني هو بصراحة سهل، ما تعبنيش. فتقليبه ده كان سهل، بس انا بوريكم ازاي عشان البنات الاول مرة تخش وتشوفوا، وكلنا شطار، انتوا احسن مني. والمرة دي بنعمل بالبودر. يعني تاني حاجة حطيناها البودر. اول حاجة كانت العجينة والتانية البودر. وبننزل ب5 لتر تدريجيا يا بنات، مش مرة واحدة. فممكن تلاقوني في الكاميرا ان انا بنزلها تدريجيا، مرة 2 لتر مرة واحدة. فانتوا برضو حسب السمك اللي في ايديكم، اللي انتوا شايفينه حاسين المضرب بيه هو تقيل هو خفيف، ممكن تزودوا ممكن لا، على حسب ما انتوا عايزين. كده بقول لكم هننزل باللتر التاني. فيعني بصراحة هو حلو وموفر وحاجات حلوة في البيت. وزي ما قلت لكم انتوا عايزين روتينات اكتبوا لي في التعليقات، وانا هنزل لكم روتينات، هنزل لكم يومياتي. بس عايزة تشجيع منكم للقناة، ان هي لسه صغنطوطة. ف يعني اللايك بتاعكم ده دعم ليا، بيفرحني لما بشوفه كده. فانا عايزة كل كلمة حلوة هتتقال تتقال ليا. ولو في حاجة عايزين نغيرها اكتبوها لي. طبعا انا لسه ما عملتش اي حاجة في القناة دي غير المنظفات، بس في حاجات كتير موجودة. بس انا مستنيه دعمكم لي انا للقناه عشان اقدر انزل. زي ما قلت لكم ان هو ده خد 5 كيلو، 5 لتر، عفوا 5 لتر ميه. وزي ما انتوا حابين برضو، هو ريحته بريحه اللافندر، هو حلو وفي منه روايح كتير. هو طبعا يعني ستات البيوت وعارفه اسعار الحاجات دي، فهو موفر جدا وموجود في البيت. بيعمل لك 5 لتر في ازاز اللي هي الكبيرة هتشوفوها معايا، غير ازاز المية. فالازازة الكبيرة دي موجودة عند بتوع المنظفات، عند بتوع الصابون يا بنات. لما بقول بتوع المنظفات قصدي بتوع الصابون. اكيد طبعا كلنا عارفين محل الصابون اللي بيبيع حاجة الغسيل، آه، الربس والحاجات دي كلها موجودة. فالحاجات دي بتبقى موجودة عندهم، وهي ترند الأيام دي، فموجودة في كل المحلات، فهتلاقوها في أي حتة بس بأسعار مختلفة عندكم. فالإزازة دي اللي أنا بوريها لكم دي بتاخد 5 لتر. فأنا هحطها، وبصراحة بتوفر لي في أماكن كتير عن الأزايز التانية. وممكن أي حاجة بتاعت شاور بحط فيها. فأنا بغسل الحاجة دي وبخليها عندي لما باجي أعملهم، وأنا مش ندمانة على أي حاجة عملتها في الحاجات دي، ومفيش حاجة فيها وحشة. فبجد أنا هعمل الحاجات دي على طول لبيتي أنا. فياريت تجربوها، مش هتخسروا حاجة، وبتحسوا كده يعني بانبساط وانكشاح لما بتعملوا حاجة انتوا اللي عملتوها بإيديكم. في فرق كبير، مش استخسار خالص، بس حاجة موفرة وموجودة في بيتنا. يعني مش شرط ان انا انزل، خلاص انا عملتهم. فممكن دول يمسكوا معايا شهر، مع ناس تانية اقل من شهر، مع ناس اكتر، حسب استخدامك واستهلاكك للحاجة دي. انا طبعا هما اللي عندي طفلين وانا وزوجي، فمش كتير، كان هيكب مني كله على الارض. بس الحمد لله ان الازازة كانت تقيلة على الطبق. آه بس وفي حاجات كتير طبعا ما صورتهاش، بس انا حابة ان انا استكفى بالقدر ده.
يعني هو كده دول هما 5 لتر بس يا بنات، عشان الريم طبعا اللي فوق، فالازازة ما كملتش، فالمفروض ان انا هستنى لما الريم ده يهدى خالص. ما تنسوش يا بنات اللايك والكومنت ودعموني واشتراك.